التسابق على العروض الرمضانية مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله الكريم في عطائه، والمجزي المحسن على إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. أتى رجل إلى بقال يسأله عن سعر الفاكهة، فقال له ب10 دراهم. وبذات الوقت وصلت امرأة سألت البقال السؤال ذاته، فقال لها ب2 درهم. غضب الأول: كيف تقول لها ب2 وأنت تقول لي ب10؟ فأشار إليه أن تمهل. فلما قضى البائع حاجة المرأة ولبها لها ما أرادت مضت، فقال: يا أخي، والله إن الفاكهة سعرها ب10، ولكن هذه أم أيتام ولا تقبل أن نعطيها المال، فأردت أن أشعرها أنها ب2 تشتري ما تشاء. لمثل هذا الرجل ترفع القبعات، ولمثل هذا الموقف تخشع القلوب وتسكب العبرات. كيف لا وهو يصنع المعروف؟ ازرع المعروف ولو في غير أهله، لا يضيع المعروف أينما زرع. أيها الأحبة الكرام، ونحن في رمضان، وهذا اليوم الثالث من رمضان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أيها الأخ الكريم، إذا كان هذا الموقف قد أعجبك من البائع في تعامله مع هذه المرأة، فيمكنك أن تكون مثله، بل ربما خير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا أبواب الخير. قال عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمر الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. أيها الأخ الكريم، ونحن في شهر رمضان ونحن أهل الصيام، هناك من لا يجدون طعاما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجور الصائم شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا كان يفعل ذلك في كل العام، فقد كان جوادا في كل العام، وكان أكثر ما يكون جودا في شهر رمضان، كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في رمضان، قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا صوت مناديان في كل يوم، هذان المناديان يناديان، نحن لا نسمعهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعنا صوتهما، فقال: ما من يوم يصبح إلا وفيه ملكان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها الأخ الحبيب، كم في أرض المسلمين من أرامل ومساكين وأيتام وذوي الحاجات، وبالقريب ابتليت الأمة بذلك الزلزال الذي راح ضحاياه الكثير وخلف وراءه مآسي وأهوال. ذاك الذي بترت ساقه، وذاك الذي قطعت يده، وذاك الذي استيقظ فلم يجد أمه وأباه. إن الكوارث والمحن التي ألمت بإخواننا كثيرة، ولا بد لنا أن نستغل فرصة شهر رمضان، فإذا لم نعطهم في رمضان متى نعطيهم أيها الأحبة الكرام؟ هذا شهر الخير. هل تريد أن تكون ممن وصلتهم دعوة الملك الأول: أعط منفقا خلفا؟ أما الآخر فإني أعيذك أن تكون ممن يقعون تحت دعوته: اللهم أعط ممسكا تلفا. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا شهر الخير، هذا شهر العطاء، وهذا شهر الجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثق تماما كل درهم تعطيه
امرأة أرملة أو يتيما أو مسكينا، أو تجبر به خاطرا مكسورا، أو تعين به ملهوفا، أو تغيث به مكروبا، كل ذلك سيكون لك جزاء عند الله سبحانه وتعالى. فلا تضيع على نفسك الفرصة، ونحن ما زلنا في الأيام الأولى لرمضان، فإذا لم تكن قد سلكت درب المحسنين فابدأ من الآن، فأن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي، وإنك الآن مع المبتدئين ومع السالكين. فأسأل الله عز وجل أن يعطي من كل منفق خلفه، وأسأل الله عز وجل أن يهدي كل من هو ممسك، وأن يرزقه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يتذكر قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلا تضيع حق السائل والمحروم. جعلني الله وإياك من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.